بيبدأ فيلمنا في باريس. فينسنت وصوفي زوجين متجوزين عندهم محل لحمة، بس للأسف المحل مش ناجح قوي، عدد الزباين قليل، واللي بييجوا بيتضايقوا من انتظار فينسنت وهو بيدلك اللحمة بطريقة غريبة. في يوم مجموعة نشطاء نباتيين بيهجموا على المحل، بيرموا عليه دهان ويكسروا حاجات ويشخبطوا رسومات على الحيطة. فينسنت بيجري وراهم وبيمسك واحد منهم على الأرض ويفك القناع من على وشه، لكن صحابه بيرجعوا بسرعة، بيزقوا فينسنت بعيد وينقذوا صاحبهم. في نفس اليوم فينسنت وصوفي بيروحوا يزوروا صحابهم ستيفاني ومارك، وبيقولوا لهم ان البنك رفض يديلهم قرض عشان يصلحوا المحل، وده معناه انهم هيبقوا على الحديدة. في الاول ستيفاني بتتعاطف معاهم، لكن بعد شوية تبدأ تتفاخر بالفلوس اللي مارك بيكسبها من محل الجزار الخاص بيه. أثناء العشاء مارك كمان بيتفاخر بفلوسه وبيقدم هدية لفينسنت، مسدس عشان يحمي المحل. فينسنت بيتردد لأنه ما عندوش تصريح، لكن مارك مصمم وبيجرب المسدس بضرب لعبة في حمام السباحة. في طريقهم للبيت صوفي بتقول لفينسنت إنها عايزة ينفصلوا وإن جوازهم بقى ممل وهي عايزة راجل يحمسها، لكن فينسنت مش مركز معاها لأنه لمح الناشط اللي هاجم المحل راكب عجل جنبه. فجأة بيرجع بالعربية للخلف عشان يدور عليه، لكنه بالخطأ بيخبطه ويموته. فينسنت بيتصدم وعايز يكلم الشرطة ويقولهم إنه كان حادث، لكن صوفي بتفكره إنه لسه شارب كحول وكمان في مسدس في الشنطة، وده معناه إنه هياخد حكم مؤبد. فبتفتكر وثائقي شافته عن قاتل متسلسل كان بيقطع ضحاياه ويرمي أجزائهم في شكاير زبالة في أماكن مختلفة في المدينة، وبتقترح إنهم يعملوا زيه. بعد شوية فينسنت بيحط الجثة على ترابيزة الجزارة وبيبدأ يقطعها بأدوات الشغل بتاعته، بيكسر الجثة لأجزاء كبيرة وبعدها بيقطعها لقطع أصغر. وهو بيشتغل ودن الجثة فلتت والكلب بياكلها من غير تردد، وبيعجب بطعمها جدا لدرجة إنه بينبح عشان يطلب زيادة. فينسنت بيرميله الودن التانية وبيبص على كلبه وهو بياكلها، وساعتها بيفكر في حاجة. بعد ما بيكمل فينسنت بيروح الأوضة، بيلاقي صوفي قاعدة تتفرج على وثائقي جريمة جديد، وبتقول له إنه ما ينفعش ينام هنا عشان هما دلوقتي منفصلين. فينسنت بيضطر ينام على الكنبة. تاني يوم الصبح فينسنت بينام أكتر من اللازم، ولما يروح المحل يكتشف إن صوفي باعت لحمة البني آدم اللي كان سايبها على ماكينة التقطيع لأنها افتكرتها لحمة خنزير. قبل ما يزعق لها الزبونة بترجع وهي مبهورة وبتقول إنها أحلى لحمة كلتها في حياتها وبتطلب تاني. هو حاول يبيع لها حاجة تانية لكنها كانت عايزة أكتر من اللحمة دي. صوفي مش فاهمة المشكلة، ففينسنت قال إنه غير شركة اللحم، وصوفي حبت تجرب اللحمة الجديدة. هي كمان شايفة إنها لذيذة جدا، وفينسنت قال للستات إن اللحمة دي خنزير إيراني. الزبونة اشترت الكمية اللي عايزاها، وبعد ما مشيت صوفي بتطلب تعرف الحقيقة. لما سمعت التفسير خافت لحظة، وبعدين قالت لفينسنت إنه ما يرميش اللحمة، بالعكس لازم هو كمان يجربها. هو رفض، لكن صوفي فضلت تتكلم وقالت إنهم ممكن يبيعوا الجثة كلها علشان يتخلصوا من كل الأدلة. في اللحظة دي دخل زبون تاني، هو صاحب الزبونة اللي قبل كده واللي شاركت اللحمة معاه، ودلوقتي هو عايز يجرب منها كمان. الشائعات عن الخنزير الإيراني انتشرت وبقى المحل مليان ناس عايزة تجربها. الزوجين استمروا في بيع اللحمة البشرية وبدأوا يكسبوا فلوس كويسة لأول مرة. لما ضابط الشرطة نتماك دخل يشتري خنزير إيراني كمان، الزوجين بقوا متوترين، لكن لحسن الحظ هو ما قدرش يعرف إنه لحمة بشرية. في المساء فينسنت جرب آخر جزء من اللحمة البشرية على العشاء وحب طعمها كمان. صوفي فكرت إنهم ممكن يبدأوا يقتلوا ناس ويبيعوا لحمتهم، لكن فينسنت كان فاكرها هزار. لكن صوفي كانت جادة وقالت إن ده ممكن ينقذ المحل. تاني يوم بنتهم كالوي قدمتهم لصاحبها لوكاس. هو نباتي لكن وعدهم إنه بيحترم اللي بياكلوا اللحمة وماهوش متطرف زي الناس اللي هجموا المحل، وهو مش موافق على اللي عملوه. في البداية فينسنت وصوفي ما اعترضوش، لكنهم انصدموا لما عرفوا إن كلوي بقت نباتية كمان علشان تحترم صاحبها. لوكاس ما كانش هياكل الفطر اللي فينسنت عامله علشان كان منقوع في عصير الدجاج، وما شربش النبيذ بتاعهم لأنه بيشرب نبيذ نباتي، لأن النبيذ التقليدي معمول من عنب فيه حشرات ميتة. الزوجين جابوا جبنة وبعدها كيك، لكن هو ما قبلش كلهم برضه علشان فيهم لبن وبيض. حتى قال لصوفي إنها بقرة عجوز وهو بيشرح ليهم إزاي بيتعاملوا مع الحيوانات في المزارع. بعد ما كلوي ولوكاس مشوا فينسنت كان متضايق لدرجة إنه وافق يقتل ناس. راحوا لمطعم نباتي وبدأوا يدرسوا الزباين، وكانوا عايزين حد عنده لحمة كتير ومش مضغوط. الطباخ كان ضخم فاختاروه كضحيتهم الجاية. لما خلص شغله فينسنت تبعه لبيته وجهز السكينة، لكن لما الراجل صرخ فينسنت اتوتر وهرب وركب العربية. قال لصوفي إن الراجل دافع عن نفسه علشان كده اضطر يهرب، لكن صوفي بتعرف إنه بيكذب وقالت له
لازم يخططوا أفضل، وشاركت معاه أفكار أكتر تعلمتها من مشاهدة أفلام الجريمة. تاني يوم صوفي وفينسنت راحوا مدينة تانية واتظاهروا إنهم نشطاء نباتيين قدام محل بقالة. لما واحد شتمهم صوفي دخلت معاه في جدال واستخدمت كل المعلومات اللي اتعلمتها من لوكاس. بعدها واحد نباتي جاي يبارك لهم وبدأ يرغي ضد النظام من غير ما يسيب لهم فرصة يردوا، فصوفي اضطرت تقول له حاجة مش مناسبة علشان تخوفه ويمشي. بعد كده جا واحد نباتي لطيف واتكلم معاهم ووافقوا يقابلوه بعدين علشان يناقشوا موضوع النشاط النباتي. بعد شوية الراجل ده رجع ومعاه 2 كمان. فينسنت وصوفي كانوا عارفين انهم مش هيقدروا يواجهوا ال3 في نفس الوقت، فاستعدوا يمشوا، لكن المجموعة قالت انهم بيخططوا يهاجموا مصنع لحوم. فينسنت جات له فكرة ووافق ينضم لهم متجاهل اعتراض صوفي. في الطريق وزعوا عليهم أقنعة، وواحد من النشطاء حس ان فينسنت شكله مألوف، لكن فينسنت وصوفي شتوه وقالوا انهم بياعين ورد. لما وصلوا المصنع صوفي بتنصدم لما اكتشفت انه بتاع مارك، فقررت تفضل بره وقالت لهم انها هتكون الحارس. فينسنت دخل مع ال3 وفضل يبوظ المكان ويولع نار، وحتى عمل حمام على صورة مارك من كتر الحماس. بعد ما خلصوا فينسنت وصوفي راحوا مطعم، وهناك صوفي لمته علشان خان أصحابهم، لكن فينسنت شايف إن سلاسل المحلات الكبيرة زي بتاعة مارك بتأذي البيزنس الصغير أكتر من النباتيين. طلب ستيك بس ما كانش عنده نفس ياكله لأنه مش لذيذ زي لحم البني آدمين. فينسنت قرر انه مش هيقتل تاني، بس صوفي بدأت تستفزه وقالت عليه انه جبان ودايما بيعتمد عليها لما الامور تبقى صعبة. كلامها ضايقه لدرجة انه رفع الشوكة علشان يضربها، لكنه وقف نفسه وقال لها ان علاقتهم انتهت وسابها ومشي. بعدها صوفي بدأت تدردش مع الجرسون واكتشفوا ان عندهم اهتمام مشترك بالجرائم والبرامج الوثائقية. عرض عليها يوصلها البيت، ولما وصلوا لاحظ المحل وقال لها انه غريب انه وصل جزار لانه نباتي. فضل يغازلها وبسها، لكن صوفي الجعانة عضت لسانه. بما انه ده مسال دعته يدخل علشان ينظف جرحه. وهو في الحمام صوفي قالت لفينسنت ان الراجل ده ممكن يكون الخنزير الايراني الجاي، وبدأت تستفزه وهي بتحكي له عن البوسة بالتفصيل. فينسنت اتنرفز وبدأ يسن السكينة، وصوفي اتحمست لما شافته منفعل كده، لكنه وقف لما افتكر ان افضل لحمة بتيجي من البقر المسترخي. علشان كده صوفي بدأت تدلك الجرسون على الكنبة علشان تطمنه. لما قالت لفينسنت يروح عليه بدأ يتردد، لكن صوفي ضغطت عليه بانها قالت له ان ده علشان بقائهم، وحتى هددته بالطلاق. فينسنت خرج من المطبخ ولقى الجرسون واقف عريان لانه افتكر ان دي لعبة بينهم. ده زود عصبية فينسنت فبدأ يضرب الراجل لحد ما قتله. في اللحظة دي كلوي رجعت البيت، ففينسنت غسل وشه بمية حوض السمك، وصوفي خبت هدوم الجرسون مع جثته ورا الكنبة. كلاوي كانت زعلانة لأن لوكاس سابها وقال لها إنه مقتنع إنها بتاكل لحمة في السر، وإن بنت الجزار حبها للحم بيجري في دمها. كلاوي قررت تبقى مع أهلها الليلة وطلبت تاكل لحمة المحل في العشاء، وده خلى فينسنت وصوفي يتوتروا. حاولوا يقنعوها ترجع للوكاس وتديه فرصة تانية لأنه شخص كويس. بعد ما كلاوي سابت المكان الزوجين بدأوا ينظفوا الدم اللي في الصالون وقطعوا الجثة مع بعض، وهما بيشتغلوا حسوا إن علاقتهم بقت قوية تاني. رموا عجلة الجرسون في النهر وبعدها ناموا مع بعض على الكنبة. تاني يوم الصبح ستيفاني ومارك كلموهم علشان ياخدوا دعمهم النفسي بعد ما اكتشفوا المحل المدمر. في البداية صوفي كانت حاسة بالذنب، لكن غيرت رأيها لما ستيفاني فضلت تستهزأ بمحل فينسنت. الضابط نات ماك وضح إن اللي حصل ده كان من نفس النشطاء اللي هاجموا المحل بتاع فينسنت، ووراهم تسجيلات بتأكد الكلام. في الوقت اللي ستيفاني ومارك بيطالبوا بتعويض من الحكومة، نات ماك طلب من صوفي وفينسنت بالسر شوية الخنزير الإيراني تاني. في العصر الناس واقفين طابور طويل قدام المحل علشان يشتروا الخنزير الإيراني، والجسم كله اتباع في كام ساعة. صوفي بتوعدهم إنه هيكون عندهم تاني بكرة. وفي الليل خطفوا الطباخ بتاع المطعم النباتي وقتلوه في البانيو بعد شوية خوف. مرت الأيام والاتنين فضلوا يقتلوا النباتيين بأساليب مختلفة. فينسنت ما بقاش متردد وبقى مستمتع بمتعة الصيد. كل يوم زباينهم بيزيدوا والطوابير بتبقى أطول. علاقتهم كزوجين بقت أقوى وبقوا بيتكلموا في حاجات عادية وهم بيقتلوا كأن الموضوع بقى روتين. في ليلة استدرجوا واحد نباتي علشان يشاركهم في تخريب مصنع لحوم، وهو بيختار ماسك. فينسنت جهز السكينة لكن الراجل لمحها وركله قبل ما يهرب. بدأوا يجروا وراه في الغابة لكن للأسف فقدوا أثره. صوفي افتكرت إن مغامرتهم خلصت، لكن فينسنت سمع صوت حركة في الضلمة. صوفي اتصلت بموبايل الراجل والنغمة بتاعته فضحته. الراجل حاول يجري تاني لكنه واقع على الأرض. لما قربوا منه اكتشفوا إنه مات لوحده من كتر الرعب. تاني يوم فينسنت وصوفي عزموا ستيفاني ومارك على شرايح اللحم اللي معمولة من راجل الأزمة القلبية. عجبهم الطعم
وسكتوا عن غيرتهم شوية. لكن مارك لقى قطعة معدن في الأكل، وستيفاني عرفت إنها جهاز تنظيم ضربات القلب. فينسنت بسرعة خده وقال إنه مجرد شريحة إلكترونية بيستخدمها الفلاحين لتعقب المواشي. حصلت مشادة، ولما بدأوا يهزقوا بالمحل بتاعهم تاني، فينسنت أخيرا رد عليهم بجرأة وشتمهم. مارك اتعصب وهجم عليه، وفضلوا يضربوا بعض في الجنينة لحد ما فينسنت وقع بيه في حمام السباحة وعضوا ودنه. لما ستيفاني صرخت، فينسنت تفل ودنه وكأنه متقرف منها، وقال إنه كان بس بيثبت وجهة نظره. فينسنت بدأ يتفرج على وثائقيات عن الحيوانات وقلد أساليب التخفي والصيد بتاعة الفهود علشان يصطاد ضحاياه بكفاءة أكتر. بقى حتى بيقلد الثعابين في طريقة الخنق. في مرة كانوا عاملين باربيكيو في الحديقة، لكن راجل اشتكى من الدخان وريحة الجثث المحروقة لأنه كان بيحب يعمل اليوجا في المكان ده. ادعوا إنهم هيغيروا المكان، لكن قتلوه بدل كده. بعد فترة حضروا حدث للنباتيين علشان يصطادوا ضحايا جدد. فينسنت كان متحمس جدا لولد سمين، لكنه خاف من نفسه لأنه مش عايز يؤذي الأطفال. فجأة خبطوا في كلوي ولوكاس، فاضطروا يدعوا إنهم بقوا نباتيين وإنهم بيبيعوا اللحمة بس علشان يعيشوا. لوكاس علق على اختفاء النباتيين الفترة الأخيرة، وقال إنه فاكر إن اتحاد الفلاحين أو نقابة الجزارين ورا الموضوع. بعدها طردهم من الحدث وهو بيقول جزارين، والموضوع اتسمع من الناشط اللي كان خرب محل مارك. وهما ماشيين، صوفي شافت واحدة ست سمراء وقالت إن دي نكهة لسه مجربوهاش. فينسنت قرر يكسر قعدته اللي بتحرم قتل الستات وجروا وراها. بالليل السكينة اتكسرت وهو بيقطع جسمها، فراح المحل يجيب واحدة جديدة، لكنه لقى الضابط نتماك بيخبط على الباب. الضابط كان مستغرب بس من إن أنوار المحل لسه منورة بعد مواعيد العمل، ففينسنت ادعى إنه بيشتغل لوقت متأخر. لكن فجأة الكلب ظهر وهو شايل إيد آدمية في بقه، ففينسنت زعق عشان يخوفه ويبعده، وقال لنتماك إنه بيعاني من اضطراب ما بعد الصدمة بعد الهجوم على المحل. قبل ما يمشي الضابط جاب سيرة النباتيين اللي اختفوا مؤخرا. بعد شوية فينسنت قال لصوفي إنه رمى لحم الست لأنه حاسس إن نتماك شاكك فيهم. قرر إنه يبطل القتل، بس صوفي رفضت لأنها عاوزة تبقى أشهر من القتلة المتسلسلين المعروفين. وهما بيتخانقوا سمعوا جرس الباب فخافوا، لكنه طلع لوكاس اللي كان جاي يعتذر على طريقته في الكلام، واعترف انه حاسس انه بيخسر كلوي. صوفي حاولت تخليه يقعد ويسترخي، بس فينسنت فهم انها ناوية تقتله فطرده فورا. بعد كده واجهها وقال لها ان لحم الخنزير الايراني خلاص انتهى للابد. تاني يوم فينسنت حاول يبيع لحمة عادية، لكن الزباين اللي كانوا واقفين في طابور طويل مشوا اول ما عرفوا ان مفيش لحم خنزير ايراني. صوفي قالت له انه جبان، لكنه حس انه مش مستاهل كل ده بعد اللي عمله، فساب المكان ومشي. في آخر اليوم وهي بتقفل المحل، النشطاء ظهروا بيسألوها عن بائعين نباتات. بالليل فينسنت رجع البيت لقى الكلب بيعوي على عربية النشطاء. في الوقت ده النشطاء كانوا ربطوا صوفي في تلاجة الجزارة وقالوا لها إنهم هيعاملوها بنفس الطريقة اللي كانت بتعامل بيها الحيوانات. وأول ما واحد فيهم قرب يقتلها، فينسنت دخل عليهم هو وكلبه اللي هجم على الراجل على طول. فينسنت رمى السكينة على واحدة في دماغها فماتت فورا. بعدين دخل في خناقة مع آخر واحد اللي غلبه بسهولة وطعنه، لكن صوفي بغضبها قدرت تفك نفسها ودفعته على خطاف جزارة اخترق جسمه في الوقت اللي الكلب كان بيكمل على الناشط الأخير بعضه في منطقة حساسة. بعدها بفترة اتعمل فيلم وثائقي عن صوفي وفينسنت، واتكلموا مع ستيفاني ومارك اللي كانوا السبب في الإبلاغ عنهم وتوقيفهم. وهما بيتكلموا فضلوا يرموا تعليقات عنصرية على الضابط نتماك، وهما بيحكوا إزاي عرفوا إن الشريحة اللي كانوا بيتكلموا عنها مش بتستخدم في المزارع أصلا، ولو ما كانش في جهاز تنظيم ضربات القلب كان زمان صوفي وفينسنت لسه أحرار. اتحكم على الاتنين بالسجن المؤبد. ولما القاضي سألهم في آخر الجلسة لو عندهم أي ندم، صوفي كان كل ندمها إنها قتلت واحد بقلب صناعي. وبكده يكون فيلمنا انتهى. شكرا على المشاهدة، ومتنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، واستنونا في الجديد. سلام.